احنا كبشر اول ما الشتاء بيدخل بنبدأ نجهز نفسنا للبرد، يعني بنلبس هدوم تقيلة وبنشغل الدفايات وبنشرب مشروبات سخنة زي السحلب والشاي. لكن عمرك فكرت في الحيوانات اللي بتعيش في البرد الشديد؟ الحيوانات دي ما عندهاش دفايات ولا بطاطين ولا مشروبات سخنة، ومع ذلك بتلاقيها عايشة حياتها عادي جدا، سواء في الصحراء اللي بيبقى فيها البرد قارس بالليل او في القطب الجنوبي وسط الجليد والتلج. طيب ليه الحيوانات مش بتبرد زينا؟ هل عندهم قدرات خارقة ولا اجسامهم مختلفة عننا؟ واللي اهم من كده، ازاي الحيوانات دي قدرت تتأقلم مع أصعب الظروف الطبيعية اللي احنا كبشر ممكن ما نستحملهاش؟ أهلا بيكم ويلا بينا نعرف ليه الحيوانات مش بتبرد في الشتاء. أغلب الحيوانات اللي بتعيش في بيئات باردة بتعتمد على فروها أو ريشها كخط دفاع أول ضد البرد. الفرو بيشتغل زي جاكيت طبيعي، بيحبس طبقة من الهواء الدافئ حوالين الجسم، وده بيمنع البرد من إنه يوصل للجلد. الفكرة دي مش بس موجودة في الثدييات زي الذئاب والدببة، لكن كمان موجودة في الطيور زي البط والوز اللي ريشها بيكون متغطي بزيوت طبيعية بتمنع المية الباردة من إنها تخترق الريش. أما الحيوانات البحرية زي الدب القطبي والفقمة، الفرو بتاعهم مش كفاية، علشان كده عندهم طبقة سميكة جدا من الدهون تحت الجلد. الطبقة دي بتعمل زي عازل حراري قوي جدا، بتخزن الطاقة وبتمنع الحرارة من إنها تخرج بره الجسم حتى في المية الجليدية اللي ممكن درجة حرارتها توصل تحت الصفر. والغريب كمان إن سمك الفرو أو كثافته بيتغير حسب الموسم، يعني في الصيف الحيوانات بتخفف الفرو، لكن في الشتاء الفرو بيزيد كثافته وطوله بشكل طبيعي علشان يوفر حماية أكتر. تخيل إن دب زي الدب القطبي ممكن يتحرك وسط عواصف جليدية وما يحسش بأي برد بسبب التركيبة العبقرية دي في جسمه. الحيوانات اللي بتعيش في الأماكن الشديدة البرودة عندها نظام دوران دم عبقري بيمنعها من فقدان الحرارة بسهولة. تعالوا ندخل في تفاصيل أكتر. في الحيوانات اللي زي البطاريق أو الثعالب القطبية، الدم اللي بيروح للأطراف زي الرجلين أو الأجنحة بيبقى سخن لأنه جاي من القلب، لكن الأطراف هي أكتر مكان معرض للبرد لأنها بتكون بعيدة عن باقي الجسم. هنا بيحصل تبادل حراري ذكي جدا، الدم البارد اللي راجع من الأطراف بيمتص الحرارة من الدم السخن اللي رايح للأطراف. العملية دي بتحصل في الشعيرات الدموية الموجودة في الأطراف وبتقلل من فقدان الحرارة، لأن الدم السخن ما بيضيعش حرارته في الأطراف بالكامل. كمان الحيوانات اللي بتعيش في المية الجليدية اللي زي البط اللي بيقف ساعات طويلة في المية المتجمدة عنده قدرة مدهشة على إنه يحافظ على حرارة جسمه الأساسية. رجليه بتكون باردة جدا لكنها ما بتوصلش لدرجة التجمد، لأن حرارة الجسم بتتوزع بشكل ذكي جدا والدم ما بينقلش حرارة أكتر من اللازم للأطراف. حتى الحيتان والأسماك اللي بتعيش في المية شديدة البرودة عندها نظام دوران دم مشابه. الشعيرات الدموية في زعانفها أو ديولها بتشتغل على نفس فكرة تبادل الحرارة بحيث ما تفقدش طاقة كتير. النظام ده مش بس بيحمي الحيوانات من البرد، لكن كمان بيحافظ على طاقتها علشان تقدر تعيش لفترات طويلة في بيئات مستحيل البشر يستحملوها. الحيوانات اللي بتعيش في بيئات باردة مش بس بتعتمد على التكيف الجسدي، لكن كمان بتعتمد على سلوكيات ذكية بتساعدها في التأقلم مع الظروف القاسية. بعض الحيوانات بتلجأ للثبات الشتوي زي الدببة اللي بتدخل جحورها وتنام لفترات طويلة جدا ممكن توصل لشهور. أثناء الثبات ده ضربات قلب الدب وعمليات التنفس بتبطأ بشكل كبير، وده بيساعده إنه يحافظ على طاقته المخزونة في الدهون. الثبات مش مجرد نوم عادي، لكنه عملية معقدة جدا بيبطأ فيها الجسم عشان يحافظ على الحرارية الداخلية ويمر عليهم الشتاء بسلام. وحيوانات تانية بتبدأ تجمع الأكل من قبل ما يبدأ الشتاء وتخزنه في جحورها علشان تقدر تلاقي أكل في فصل الشتاء لما يكون الأكل قليل. السناجب عندها قدرة مدهشة على إنها تفتكر أماكن تخزين الأكل بدقة، وده بيضمن لها إنها تفضل متغذية طوال الشتاء. أما الطيور اللي زي البط والوز فبتهاجر لأماكن دافية في الشتاء، والرحلة دي ممكن تكون طويلة جدا لكن بيعملوها علشان يتجنبوا البرد القارس. والطيور بتطير في تشكيلات معينة زي حرف الفي، وده بيساعدها توفر طاقة وهي طايرة وبيقلل مقاومة الهواء. وفي حيوانات زي الثعالب القطبية والأرانب بتعتمد على جحور عميقة تحت الأرض، والجحور دي بتكون محمية من الرياح الباردة وبتحفظ حرارة الجسم الداخلية. وبعض الحيوانات اللي زي الذئاب بتقلل من نشاطها في الشتاء علشان ما تستهلكش طاقة كتير، وبيتحركوا بس لما بيحتاجوا يصطادوا أكل. السلوكيات دي كلها بتساعد الحيوانات على إنهم يحافظوا على طاقتهم وحرارتهم في البيئات القاسية، وده جزء من قدرتها العجيبة على التكيف مع التغيرات المناخية. الحيوانات اللي بتعيش في المناطق الباردة بتظهر تحولات جسدية مذهلة بتساعدها على التكيف مع الشتاء القاسي، وواحدة من أبرز التحولات دي هي تغيير لون الفرو، زي الأرنب القطبي والثعلب القطبي اللي بيتحول فروهم للون الأبيض في الشتاء. التغيير ده مش بس بيساعدهم في التمويه والاندماج مع البيئة الجليدية، لكنه كمان بيساهم في تقليل فقدان الحرارة، لأن اللون الأبيض بيعكس الحرارة بشكل أفضل. كمان فروهم في الشتاء بيكون أطول وأكتر كثافة، وده بيوفر طبقة إضافية من العزل ضد البرد.
وفي الحيوانات اللي بتتعرض أطرافها للبرد بسهولة زي الذئاب والثعالب، الفرو اللي بيغطي الرجول والديل بيكون شديد الكثافة وبيبقى كعازل ممتاز. والديل كمان بيستخدمه الحيوان وهو نايم كأنه بطانية بتلف حوالين الجسم علشان تحافظ على الحرارة. وشوية الحيوانات الصغيرة اللي زي الفئران والقوارض بتتغير أجسامها مع الشتاء وبيقل حجم أطرافها بشكل نسبي، وده بيقلل مساحة السطح اللي ممكن تفقد الحرارة. والتغيير ده نتيجة تطور طويل علشان يتناسب مع البيئات القاسية. الحيوانات اللي بتعيش في بيئات شديدة البرودة خصوصا البحرية بتعتمد بشكل كبير على جلدها اللي بيكون متكون من طبقات متعددة كخط دفاع أساسي ضد البرد القارس. يعني عندك مثلا الحيتان والفقمة وأسود البحر، عندهم جلد بيتكون من طبقة خارجية عادية وتحتها طبقة سميكة جدا من الدهون اسمها الشحم. الشحم ده بيبقى كعازل قوي جدا لأنه بيمنع تسرب الحرارة من الجسم للبيئة الخارجية، وسمكه ممكن يوصل في بعض الحيوانات زي الحوت الأزرق لحوالي 30 سنتيمتر، وده بيخلي جسم الحيوان يفضل دافي حتى في المية المتجمدة. كمان في حيوانات زي الفقمة وأسد البحر جلدهم بينتج زيوت طبيعية بتغطي الفرو أو الجلد بالكامل. الزيوت دي بتعمل حاجز ضد المية الباردة، ولما الحيوان ينزل المية الزيت بيمنع المية من الالتصاق بالجسم، وده بيحافظ على حرارة الجسم الداخلية. والحيوانات البحرية اللي زي الدلافين عندها جلد مرن بيقلل فقدان الحرارة بشكل كبير، والجلد ده كمان بيساعدها إنها تتحرك بسهولة في المية الباردة، وده بيحميها من فقدان الطاقة. والحيوانات البحرية بتقل استهلاك طاقتها عن طريق تبطئة ضربات القلب أثناء الغطس في المية المتجمدة. يعني ضربات القلب البطيئة بتقلل استهلاك الأكسجين والطاقة، وبالتالي بتساعد الحيوان إنه يحتفظ بحرارته لفترات أطول. والدببة القطبية والبطاريق كمان عندها أطراف متغطية بطبقات جلد قوية جدا بتمنع تسرب الحرارة، وفي نفس الوقت بتسمح لها إنها تتحرك على التلج والجليد بسهولة. أما الدب القطبي فعنده تركيبة جليدية فريدة من نوعها، الجلد اللي تحت الفرو الأبيض بيكون لونه أسود، وده بيمتص حرارة الشمس وبيحافظ عليها، في حين إن الفرو الأبيض بيشتغل كعازل إضافي ضد الرياح والجليد. بس الجلد عند الحيوانات دي مش بس بيحميها من البرد، لكنه كمان بيضمن بقائها في بيئات مستحيلة على معظم الكائنات الحية. بس كده خلاص، مستنيينكم تكتبوا لنا في التعليقات ايه المعلومات اللي كانت بالنسبة لك جديدة ومذهلة، وايه المعلومات اللي دايما بتدور عليها ومش لاقيينها علشان نتكلم عنها في الحلقات اللي جاية. اهم حاجة ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان يوصلك كل جديد، واستنونا الحلقة الجاية.